دايت بديل لحقن التخسيس المونجارو والاوزمبيك. انتوا متخيلين ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ هو معقوله ممكن اعمل دايت ويبقى بديل لحقن التخسيس؟ خلينا الاول اقول لك ايه هي حقن التخسيس المونجارو والاوزمبيك المنتشره الفتره دي، وبتشتغل ازاي، وايه الحاجات الكويسه اللي فيها، وايه الحاجات الوحشه اللي فيها، وبعد كده في الاخر هقول لكم ايه الدايت البديل للحقن دي. اول حاجه حقن التخسيس اللي زي المونجارو والاوزمبيك دي معموله لمرضى السكر من النوع الثاني. لقوا ان هي بتاثر على نزول الوزن بشكل كبير جدا، فابتدوا يستخدموها لعلاج السمنه. طيب هي بتشتغل ازاي اصلا؟ الحقن دي بتفرز هرمون اسمه او بتمثل للجسم ان هي بتفرز هرمون الجي ال بي 1، وده الهرمون المسؤول عن الشبع في الجسم، وهو بيقلل حركه الامعاء، فبالتالي مش بتجوع وبتحس ان انت شبعان طول اليوم ومش بتاكل كتير، فبالتالي بتخس. وكمان بتقلل حساسيه الانسولين، لان احنا زي ما قلنا ان هي بتستخدم للناس اللي عندهم سكر من النوع الثاني. فكل ما الانسولين يوطى كل ما الكريفنجز بتاعتك تقل، كل ما تحس ان انت مش جعان، كل ما تخس اسرع. وكمان الجروث هرمون بيعلى كل ما الانسولين بيقل، هما الاثنين علاقه عكس بعض. حلو قوي، يعني انا هاخد الحقنه دي الجي ال بي 1 ده يحسسني بالشبع وهيقلل حركه المعده، فهاكل اقل، السعرات اقل، وكمان الانسولين هيبقى قليل. زي الفل يا باشا. استنى بس، ما اكيد الحقنه دي مش سحريه، زي ما هي كويسه هي اكيد ليها سايد افكتس. ممكن تعمل اسهال، وممكن تعمل امساك، تعمل قيء، بتعمل انتفاخات في المعده، عامه بتعمل مشاكل في المعده. طيب ايه كمان بتعمله؟ وبتدخلك في مود اكتئاب غير طبيعي. والكارثه الكبيره كمان ان انت لو عندك تاريخ لسرطان الغده الدرقيه فممنوع اصلا انك تاخدها، لان هي هتزود احتماليه ان انت يجيلك السرطان. انا عايز اقول لكم ان الكلاينتس بتتابع معايا اونلاين قبل ما يتابعوا معايا اقسم بالله خدوا الحقنه دي، اللي جاله اكتئاب واللي حصل له مشاكل في المعده مزمنه شغاله معاه لحد دلوقتي، واللي حصل له مشاكل في الشغل بسبب ان هو مش عارف يركز. طب هنروح بعيد ليه؟ في ممثلين طلعوا على التلفزيون زي خالد الصاوي قال ان هو حصل له شلل في المعده. فالموضوع اوفيس جدا، الموضوع واضح جدا، ناس كتير قوي بيحصل لها مشاكل بسبب الحقن دي. دايما في الدايت عايزين الشورت كات، دايما عايزين الحلول السريعه، دايما عايزين نوصل بسرعه. ومفيش حاجه في الدنيا كلها هتاخدها من غير ما تدفع الثمن، بس احنا بنيجي عند الدايت بالذات ونقول مش هندفع الثمن خالص. طيب يا عم قول لنا بقى ايه البديل، ايه الدايت البديل؟ طيب خليك ذكي. انت دلوقتي الحقن التخسيس بتعمل ايه؟ بتقلل حركه المعده، بتديك اشارات للمخ ان انت مش جعان، بتخليك شبعان لفتره اطول، فبالتالي بتاكل اقل، بتقلل حساسيه الانسولين في جسمك، فبالتالي الكريفنج بتقل، فبالتالي بتحرق دهون اكتر وتخس. كل دي عوامل بتعملها الحقن. ايه بقى الدايت اللي ممكن نعمله يعمل لنا نفس الحاجات دي؟ لو انت خدت دايت عالي البروتينات، عالي الالياف. عالي البروتينات زي ايه؟ زي السمك والبيض والفراخ واللحمه. عالي الالياف زي ايه؟ زي الخضار، زي بذور الشيا، زي الشيا سيدز، كل الحاجات دي عاليه الالياف. فالدايت اللي بيبقى معتمد على الاثنين دول مع بعض بيوصلك لكل الحاجات او كل الميزات اللي بتديها لك الحقن. طيب اديك مثال، مثلا الفطار بالطريقه دي. تاخد مثلا في الفطار بيض، وتاخد معاه مثلا افوكادو وطبق سلطه كبير، او بيض وتاخد معاه لحمه مفرومه، او بيض وتاخد معاه تونه، وطبق السلطه ثابت معاك. طيب الغدا، طيب تعالى في الغدا خد لحمه او فراخ، وخد معاه شوربه عدس فتزود البروتين وتعلي الالياف. وممكن تاخد معاهم كربوهيدرات بس بنسبه قليله، مثلا 5 معالق رز، بطاطسايه مسلوقه، بس ما تبقاش بكميه كبيره. وتيجي في العشاء مثلا تاخد زبادي يوناني، تحط عليه معلقه بذور شيا، وبذور الشيا من الحاجات اللي مليانه اوميجا 3 ومليانه فايبرز او الياف، فبتنفش في معدتك، فتحسسك ان انت ايه، في بالونه في معدتك، فتقلل حركه المعده وبالتالي بتخس. كل دي اكلات هتساعدك ان انت توصل للمرحله اللي شبه الحقن. خلي بالك على صحتك، مفيش اهم من صحتك. ابعد عن الحقن وابتدي ركز في اكلك انه يديك نفس الاحساس اللي بتاخده من الحقن. شكرا ليكم ان انتوا وصلتوا لحد هنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم الفيديو الجاي. سلام.